شُفت قد إيه في الزمن ده في شخص بيتظلم، والناس بتيجي عليه لأبعد الحدود، وكل ما يفكر ويقوم ويقف ويبقى كويس، هُم بيبقى سبب في تعاسته وكمان مشاكله. النهارده هاتكلم عن الشخصية الضحية، وإزاي تكتشفها، وكمان إزاي تتعامل معاها والصفات بتاعها. تابعوا الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت، لأن في ناس كتير موجودة عندي في القناة ومش عاملين سبسكرايب. منتظراكم، ويلا بينا على بقية الفيديو. يعني ايه بقى الشخصية الضحية؟ هو الشخص اللي بيشوف حياته عبارة عن سلسلة من الظلم وسوء الحظ، دايما حظ وحش أوي، متخيل هو كده. ودايما بيشوف ان هو الطرف المظلوم، والناس هي سر في معاناته، هي الطرف التاني. باختصار هو بيشوف حياته دي، او بيشوف الألم اكتر ما بيشوف ان حل. دايما حاطط نفسه كده في كورنر الألم الحزن. ازاي بقى تكتشف الشخصية الضحية دي؟ اول حاجة هتلاقيه بيشتكي من كل حاجة في الحياة، كل حاجة عنده فيها مشكلة. تاني حاجة بيكرر جمل: أنا مش ذنبي، الناس السبب، الظروف اللي خانتني. دي أساس كلمات عنده كده هتميزها بيه. تالت حاجة، ما بيحبش يتحمل المسؤولية دي نهائي، وعمره ما يعترف بغلطه. رابع حاجة، لو هو فعلا المشاكل اللي عنده اتحلت بيحاول يخترع أي مشكلة تانية عشان يكون هو الضحية. بيحاول يعني يوقع نفسه في مشاكل ويفضل في قلب المشاكل، ما بيحبش يطلع منها أبدا. ايه هي بقى صفات الشخصية الضحية؟ اول حاجة، الاحباط المستمر، هو شخص محبط لأبعد الحدود. تاني حاجة، ما بيعرفش ياخد القرارات بتاعته، دايما بيحب يسأل الناس. تالت حاجة، الاعتماد الكبير قوي على تعاطف الناس، بيحب كده يشوف الناس متعاطفة معاه. رابع حاجة، بيحب يلفت انتباهه من خلال ان هو بيعمل قصص او بيحكي قصص معاناته، او هو بيحاول يوقع نفسه في مشاكل عشان يبقى عنده معاناة في الحياة، وان هو في مشقة، وان الدنيا مستقصداه والناس مستقصداه، زي ما احنا قلنا في التعريف وكمان في المقدمة. ازاي بقى تتعامل مع الشخصية الضحية دي؟ اول حاجة، لازم ان انت تحط حدود واضحة ما بينك وما بينه، ودي تقريبا دي اساسي معانا في كل او جميع الشخصيات. تاني حاجة، ما تخشش في دوامة الشكوى المستمرة، لان انت هتسمع منه شكاوي كتير جدا فوق ما تتخيل. تالت حاجة، حاول ان انت تشجعه، بدل ما هو عمال يكسب تعاطف الناس ويحاول يبذل فيه مجهود، لا، خليه يبذل مجهود ويشغل عقله ان هو يدور على حلول لمشاكله. رابع حاجة، لو هو شخص قريب منك، حاول ان انت تديله طاقة ايجابية، وكمان تشجعه ان هو يبقى يتحمل مسؤولية، ولو غلط يعترف بغلطه. خامس حاجة، لو هو ويمكن دي اهم حاجة، حاول ان انت تبعد عن ان هو يبقى يديك طاقة سلبية، لان دي هتأثر على حياتك انت، وهتأثر على نفسيتك، ويمكن قعدانك معاه هي تبقى سبب في تعاستك. واخيرا، الحياة دي مليانة شخصيات مختلفة، لكن الشخصية الضحية دي لو معرفتش ان انت تتعامل معاها بجد هتسحبك لدايرة او لدوامة الطاقة السلبية اللي انت مش هتعرف تطلع منها. عشان كده خليك دايما واعي، وخليك دايما عندك طاقة، وما تسمعش لحد، وابعد عن اي حد ممكن يديك طاقة سلبية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، وقولوا لي لو انتوا قابلتوا حد بنفس الشخصية دي، قولوا لي عملت معاها ايه او معاه ايه، وتصرفتوا ازاي. واشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية، وتابعوني عشان في ناس كتير مش متابعيني، ها. يلا، باي باي.